أهلا بيكم، كل عام وحضراتكم بخير. والنهاردة هتكلم معاكم على تفاصيل ورشة شهر رمضان المبارك. تفاصيل الورشة زي ما حضراتكم شايفينها كده على الشاشة. هنتكلم مع بعض فيها على إيه العبادات اللي هنعملها وإيه المعادلة الصعبة اللي قلت لكم هنحلها مع بعض، إن إحنا هنعمل التوازن ما بين عباداتنا اللي نفسنا نتقرب بيها إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، وفي نفس الوقت إزاي أعمل التوازن بينها وبين روتيني اليومي الطبيعي العادي، اهتمامي بمذاكرتي لو أنا طالبة، اهتمامي بالبيت وبشؤون البيت لو أنا أم، اهتمامي بشغلي لو أنا باشتغل وعاملة. طيب أنا هاعمل التوازن ده كله إزاي؟ وفي نفس الوقت أنا نفسي أجتهد في رمضان، نفسي ما اطلعش من رمضان وأنا مش مبسوطة من نفسي كده، لأ أنا عايزة أطلع من رمضان وأنا مبسوطة بنفسي وأنا فرحانة وحاسة إن أنا عملت اللي عليَّ، حاسة إن أنا الحمد لله يا رب قرّبت خطوة، واللي قرّب قبل كده خطوة في رمضان اللي فات، طب هنقرّب كمان خطوتين و3. إزاي نجتهد، إزاي نعلّي من طاقتنا، وإزاي نعرف نعمل المعادلة ديّة عن طريق الورشة اللي على التليجرام اللي هاسيب لكم اللينك بتاعها. عبارة عن قناة، القناة بينزل عليها كل الفيديوهات وكل النصائح وكل المهمات بتاعتنا اللي بنمشي مع بعض فيها وبنساعد بعض ونتعاون مع بعض فيها، وفي نفس الوقت في جروب خاص برضه على التليجرام بنتكلم فيه بنتناقش بقى فيه، وبنقدّم الجدول بتاعنا فيه، بنوضّحه للناس عملتوا إيه، وكل يوم بنتابع بعض، وفي مهمات بتنزل خلال اليوم، وفي متابعة بتحصل خلال اليوم. كل ده بيتم بشكل مجاني خالص. أتمنى إن أنتم تستفيدوا من جروب التليجرام ده، لإنه هيفرق معاكم إن شاء الله لمّا تلاقوا فيه إيد على إيد بتساعد، وإيد على إيد بتدعم، ويالّا ونتشجّع وبنشجّع بعض، وكل واحدة بتدخل فينا بتكتب عملت إيه النهارده وتورّينا بجدولها أو تصوّره. إن شاء الله هانزّل لكم الجدول، وهانزّل لكم برضه لو حد عايز ياخد برضه سكرينة هابعت لكم برضه سكرينة منه. ممكن أنزّل سكرينة في المنتدى، منتدى القناة، تابعوا المنتدى هينزل عليه سكرينة خاصة بالجدول. طيب هنتكلم مع بعض بقى هنعمل إيه، ونعمل إيه وإمتى، وإزاي نقسّم يومنا، الليل إيه والنهار إيه والكلام ده. طيب بدايةً يا جماعة من العبادات اللي إحنا لازم نهتم بيها هي فكرة الصلاة. الصلاة إزاي؟ الصلاة بالنسبة لأول حاجة الصلاة على وقتها، يعني أول ما الصلاة تأذّن خلاص أنا باسيب اللي في إيدي وأمشي أروح أتوضّى وأصلّي. الأفضل شوية الناس اللي بتتوضّى قبل الصلاة وبتاخد بالها من وقت الصلاة، فبتروح تتوضّى وتجهّز نفسها، وكإنها قاعدة منتظرة الصلاة، فهي في صلاة، بس محمد نختم الصلاة، عايزين نتعوّد إن إحنا نختم الصلاة بتاعتنا. طيب بعد ما خلّصت صلاة وختمت الصلاة، مش عايزين ننسى السُنن، حلوة جدًا، إحنا عايزين نبني بيت في الجنة. 12 ركعة سُنّة، 2 اللي هم صلاة الفجر اللي هم الاتنين القبلية اللي هي قبل صلاة الصبح بنقول عليها صلاة الفجر، دُولة 2 ده أول 2 معانا. بعد كده الضهر 4 وبعده 2، يبقى قُلنا 2 الفجر و6 للضهر يبقى 8، و2 للمغرب و2 للعشاء، يبقى إحنا كده كمّلنا ال12 ركعة سُنّة خلال اليوم. يبقى أنا مش هاتعب ولا حاجة، أنا هاصلّي الفرض بتاعي وهاصلّي سُنّته. وفي آخر اليوم أنا هاتفاجئ إن أنا مصلية 12 ركعة، أكيد هاكون الحمد لله يعني سعيدة بنفسي، حاسة إن أنا بدأت أتقدم، بدأت أتحرك، بدأت أروح ناحية ربنا سبحانه وتعالى في الطاعات دي. طيب كمان مش عايزة طبعًا ننسى يعني صلاة التراويح، اللي كان بيقطّع فيها، اللي كان مش بيصليها، اللي مش قادرة تطلع تصليها لأي ظرف ما، لأي سببٍ ما، ما تحرميش نفسِك الأجر ده ولو في بيتِك، صلّي صلاة التراويح. لكن تيسّر ليكِ إن أنتِ تخرجي وتروحي تصلّي صلاة التراويح في جماعة، يعني توكّلي على الله طبعًا. طيب إيه كمان؟ كمان بالنسبة لصلاة التهجد، ما تحرميش نفسِك أبدًا من ركعتين حتى تركعيهم في صلاة التهجد أو قيام الليل يعني. إن هو أنتِ بتصلّي يعني الصلاة دي مفتوحة من بعد العشاء لغاية الفجر، الصلاة دي كلّها صلاة قيام الليل بقى. التهجد يعني نقول عليه التِلت الأخير من الليل. طيب ولو ركعتين، ولو بالجزء اللي أنتِ ناوية تقرأيه. إحنا دلوقتي هنتكلم على القرآن وهاقول لكم إحنا هنقسّمه إزاي. وهينوب صلاة التهجد جزء من الوِرد بتاعنا إن شاء الله، بس هييجي وقتها دلوقتي. مش عايزين ننسى صلاة الوتر، إن الله وِتْرٌ يحب الوتر. ومش عايزين ننسى صلاة الضحى، صلاة الأوابين، اللي بتاعة ال360 عضو من عضو الإنسان تُجزئ عنه، يعني كأنه نتصدق عنه. طيب إيه كمان؟ ده بالنسبة لرُكن الصلاة. طيب الجزء كمان بتاع الذكر، عايزين نذكر بقى، عايزين لساننا يستجيب لذكر الله كده طول الوقت. طيب نعمل إيه؟
أنا حابة أوي، أوي، أوي إن إحنا إن شاء الله الصلاة على سيدنا محمد، قول لا إله إلا الله، زي ما كما قال رسول الله عنها: جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، فإن الإيمان يبلى، يعني بيدوب كما يبلى الثوب، فجددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. وتالت حاجة عايزين نتكلم عليها برضه في الذكر الاستغفار، ماشي. ورابع حاجة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنتِ بتستبرئي من حولِك وقوتِك تلتجئي فيها إلى الله عز وجل. كل واحدة فيهم أنا عاملة البيزك الأساسي بتاعنا هيبقى 300، 300 في كل واحدة فيهم، والله حبيتِ تزودي طبعًا جميل، لكن الأساسي بتاعنا هو ال300 بس. بعد كده كمان مش عايزين ننسى أذكار الصباح وأذكار المساء، للأسف في ناس بتركز شوية على أذكار الصباح وبتنسى في خلال اليوم أذكار المساء، فأنا هاقول لِك دلوقتي هتعمليها إزاي عشان ما تنسيهاش. طيب بعد كده أذكار النوم كمان، وإحنا جايين ننام عايزين نقول أذكار النوم. أذكار النوم بتفيدنا جدًا إن أنتِ أولًا ربنا يحفظِك، ثانيًا إن هي بتساعدِك بتقويكِ إنِّك تعرفي تقومي تصلي التهجد وقيام الليل، وصلاة الفجر وكل العبادات اللي جاية دلوقتي. طيب القرآن، أنا عايزة جزئين قرآن في اليوم في الخطة بتاعتي، أنا عاملة جزئين. حد هيقول لي: لا ده كتير، هاقول لك والله مش كتير ولا حاجة. حقيقي، حقيقي لو جربتِ الطريقة بتاعتي إن شاء الله أنتِ هتقدري تختمي ختمتين ودي أقل حاجة كمان، يعني ممكن تزودي. طيب إزاي هاقرأ أجزاء القرآن خلال يومي؟ أول حاجة أنا عايزة أبدأ بصلاة الفجر واللي قبلها كمان صلاة التهجد. أول جزء معايا أنا عايزة أبدأ بيه في التهجد وفي الفجر، قسّمي نُص جزء في التهجد ونُص جزء في الفجر. على فكرة يعني عايزة أقول لِك بدايةً إن جزء القرآن بياخد نُص ساعة قراءة، فتخيّلي من ال24 ساعة أنتِ هتاخدي ساعة تقرأي قرآن فيها، فأنتِ هتاخدي جزئين فهتختمي ختمتين، عايزة تزوّدي ولكِ الأجر. العلماء قالوا إن القرآن فيه 311,228 حرف، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتخيّلي بقى إن العلماء لمّا عدّوها طلعوا إن الختمة الواحدة من القرآن الكريم بتعادل 3.000.000 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. فدي بس الساعة اللي إحنا هناخدها من يومنا للقرآن، اللي أنا هاجزّأها كمان، مش هاخدها مرّة واحدة، ده أنا هاخدها بالراحة، هاخدها بمرونة، لإن أنا قُلت لكم من البداية الجدول بتاعنا مبني على أساسه إن أنا أعمل الروتين وأعمل كل الحاجات اللي أنا باتمناها وعايزاها، بس بمرونة، بدون ما أحس إن أنا مضغوطة نفسيًا. وده الميزة فعلًا إن أنا باحس إن جدولنا الحمد لله بيتميز هذا الجدول المرونة بين الحاجات وبعضها وبين التاسكات بتاعتِك وبعضها خلال اليوم. طيب إحنا خلّصنا جزء يعتبر كده في صلاة التهجد وصلاة بعد الفجر هنبدأ نقول النُص التاني، إن إحنا هنقعد نستنى الشروق ونقرأ الجزء التاني، حلو جدًا. بعد كده كمان عايزة أزوّد من الجزء التاني اللي أنا عايزة أزوّده، هازوّده بس بعد صلاة العصر. أنا هاصلّي العصر وأقول الأذكار المساء اللي إحنا كنا بننساها، لأ عايزين نقولها، وهنقول نُص جزء وهنقول الجزء القرآني اللي فاضل اللي هو هياخد كمان نُص ساعة. يعني قعدة العصر دي كلّها بالذكر بتاعها، بالقرآن، بالصلاة، مش هتاخد منِّك ساعة على بعضها بس، يمكن ساعة إلّا ربع كمان. طيب إيه كمان؟ أنا عاوزة من الآيات والحاجات الجميلة اللي أنتِ قرأتيها والأجزاء الجميلة اللي أنتِ قرأتيها كل يوم كشكول معاكِ، كشكول ده هنقسّمه نُصّين، النُص الأولاني ممكن يبقى للتدبُّر، عايزة منِّك ما يقرب من إيه، يعني هي آية، بس لو أنتِ زوّدتِ على راحتِك ولو آية واحدة لمست قلبِك خلال اليوم، آية حسّيتِ إنها استشعرتيها كده ودخلت قلبِك. في اللحظة دي الآية دي اكتبي يالّا في الكشكول بتاعِك رقم الآية واسم السورة، وبعد ما تنتهي من الأجزاء بعد ما تنتهي من كتابة الآيات اللي ممكن تلمس قلبِك، بعد ما تكتبيها افتحي على جوجل وهاتي التفسير الميسّر واقرئي تفسير الآية دي إيه، تفسير الآية دي إيه، ودي يعني هنكتبها على جروبنا على التليجرام، هنشارك بعض بيها، كل واحد فينا هيكتب إيه الآية اللي لمست قلبه النهارده. طيب بعد كده إحنا عايزين نسمع درس ديني، هنسمع درس ديني كمان، طب إمتى وإزاي؟ الوقت ضيّق جدًا. طيب أنا هاقول لِك، أنتِ عندِك في بند البيت طبعًا محتاجنا، طيب أنا عادي ما فيش مشكلة، أنا هادّي يعني أنا كنت عاملة إن نُص ساعة للبيت ونُص ساعة للمطبخ، بس يعني قُلت طب رفقةً بيكم برضه، لإن ممكن يكون حد ما عملش التوضيبات العميقة اللي قُلنا عليها في الفيديو اللي فات،
طب أنا هادّي ساعة وساعة عشان ما تحسّش الموضوع آآ يعني بتجري بقى في كل حاجة، لأ أنا عايزاكِ أنتِ حاسة فعلًا بهدوء. هادّيكِ ساعة للبيت، وضّبي بيتِك وضبّطي حالِك، وساعة للمطبخ باعمال الغدا، سوري باعمال الفطار بقى. وعصير عصير حاجة حلوة بتعمليها، يعني بُصّي الMaximum بتاعِك ساعة في المطبخ، عرفتِ تطلعي قبل ساعة تبقي بطلة، بس جدولنا مكتوب فيه ساعة بس، تمام. بعد كده أنا عايزة تهتمي بصحتِك، والموضوع ده قُلت عليه برضه الفيديو اللي فات بتاع استعداد لرمضان. عايزاكِ تهتمي بصحتِك من ناحية إيه بقى؟ أول ما تفطري تاخدي بالِك إنِّك هتاخدي فيتاميناتِك، لو أنتِ بتاخدي فيتامينات أو بتعالجي أي حاجة عندِك، ربنا يشفي ويعافي الجميع، خدي فيتاميناتِك بعد الفطار ما تنسيهاش. من وقت الفطار لوقت السحور ما تنسيش نفسِك في المَيّة، المَيّة أهم حاجة، أهم عضو لجسم الإنسان هي المَيّة. يبقى أنتِ بتفطري كويس، وأنتِ بتفطري حاولي ما تكتّريش من النشويات، وبعد الفطار ما تكتّريش أوي من الحلويات. أنا عارفة إن يعني هو طلبات صعبة، بس والله دي عشان صحتِك، عشان أنتِ تهمِّني إن صحتِك تبقى حلوة. طول ما صحتِك كويسة، طول ما جسمِك فيه نشاط تقدري تقومي بالمهام بتاعتِك أصلًا بمنتهى النشاط والقوة والحيوية، وبدون ما تأذي جسمِك كمان. طيب ده بالنسبة بند إنِّك تشربي مَيّة كويس، تهتمي بشرب المَيّة. أنا كاتبة لكم 8 كوبايات مَيّة على الأقل خلال من الفجر لوقت السحور، سوري من وقت الفطار لوقت السحور 8 كوبايات مَيّة. هتاخدي فيتاميناتِك وقت الفطار، هتاخدي فيتاميناتِك التانية مثلًا أو الحاجة اللي بتاخديها ليكِ وقت برضه السحور. ما تنسيش الحاجات اللي زي دي عشان ما تهبطيش وتقعي مننا بعد مثلًا 10 أيام من رمضان تلاقيكِ مش قادرة تجيبي وتكمّلي، لأ. طيب عايزين كمان هنعمل مع بعض رياضة، هانزّل لكم برضه تمرين رياضي كل يوم بالليل بعد التراويح، هانزّل لكم كل يوم في الوقت ده، لإن ده تقريبًا أكتر وقت مناسب للجسم. الرياضة أو اللي حابة تروح gym تروح، طب اللي مش حابة تروح gym أو مش عندها لياقة أوي لموضوع الgym وحاسة إن هي مش قادرة على التمارين الكتيرة بتاعة الgym، أوكي ممكن هناخد مع بعض 15 دقيقة للرياضة. هننزّل فيديو من 10 ل15 دقيقة حلو ما فيش مشكلة، بس إن هي الاستمرارية يا جماعة، دي اللي هتفيدنا كلنا. ده بالنسبة لبند صحتِك بالدنيا. طيب وآخر جزء معانا هيبقى جزئية التنمية الذاتية والإنجازات. في التنمية الذاتية هنتكلم مع بعض فيها على أهم 5 إنجازات حصلت خلال يومِك. هتقولي لي طب ما كل اللي أنا عملته خلال الجدول ده ما هي إلا إنجازات، يعني أنا لمّا أعمل كل الطاعات دي طب ما أنا أنجزت فعلًا. هو دي حقيقة إن أنتِ أنجزتِ وهتبقي أكيد فرحانة فخورة بنفسِك، بس أنا اللي أقصد 5 إنجازات أنتِ حاسة إن أنا الحمد لله معقولة هو أنا اللي عملت الإنجاز ده، معقولة أنا عرفت أعمل الشيء ده. أهم حاجة فيهم، أكتر حاجة اللي يعني أنتِ حاسة إنِّك فرحانة جدًا بنفسِك إنِّك عملتِ الجزء ده بالذات، هتكتبي 5. والكلام ده كله هنعمله في كشكول خاص بكشكول الإنجازات والنِّعَم. الكشكول ده هتكتبي فيه كمان 5 نِّعَم مرّت في يومِك أنتِ ممتنة لله عز وجل عليها، فبتشكري ربنا سبحانه وتعالى عليها. كمان إحنا عايزين نعمل تثقيف عقلي. الإنسان عمره ما هيتغيّر ويتطوّر إلا لمّا يعمل update لنفسه كل شوية وكل يعني ما فيش وقت يعدّي من عليكِ إلا لمّا تكوني بتطوّري من حياتِك وبتطوّري من نفسِك. طيب إيه اللي يساعدني في كده؟ اللي يساعدني في كده إن أنا أعمل 15 دقيقة قراءة حُرة، سواء بقى قراءة دينية، قراءة تثقيفية، تعليمية، أي نوع من أنواع القراءات اللي أنتِ تختاريها وتحبيها وتفضّليها لنفسِك. أي حاجة، حتى لو هي مثلًا حاجة مثلًا حابة تفسير قرآن أو تقرأي في السيرة، تقرأي عن الصحابيات، تقرأي عن الأعمال اللي فيها طاعات. ده بالنسبة للجزء الديني. الجزء الثقافي بتحبي تتعلمي مثلًا ثقافة معيّنة أو لغة معيّنة أو أي حاجة معيّنة تعليمية خاصة بيكِ. أو الولاد بقى اللي بناتنا وحلوين اللي بيذاكروا، خصّصي جزء في يومِك للمذاكرة طبعًا. إيه أفضل أوقات المذاكرة والكلام ده كله، ده محتاج فيديو خاص بيه هاشرحه لكم لوحده. الجزء ده هيبقى خاص للبنوتات اللي بيذاكروا وعندهم دراسة وامتحانات والكلام ده، وعايزين يدخّلوا ما بين المذاكرة وما بين العبادات والطاعات يعملوها إزاي. ده هيبقى يعني عايزة أختص بالجزء ده فيديو صغير هاعمله مخصوص للبنات. طيب الجزء الأجزاء كده اكتملت. طيب ممكن حد يقول لي هو الحاجات دي كلها إزاي ممكن نعملها؟ إزاي أعرف أعمل العبادات والروتين والكلام ده كله؟ تعالوا يا جماعة أنا هاجزّيها لكم بشكل بمنتهى البساطة، هتلاقي 3/4 الجدول أنتِ علّمتِ عليه قبل الضهر ما يأذّن كمان. إزاي؟ إزاي عن طريق إن أنتِ أمّا بتقومي تصلّي ركعتين التهجد اللي قبل الفجر،
فأنتِ بتصلّي تهجُّد فهتقرأي فيه نُص جزء قرآن، وبعد كده بتصلّي الفجر اعملي السُنّة وتقولي الختام الصلاة، وبعد كده بتبدئي تعملي كمان إن إحنا هنعمل من نيّة إن إحنا هنقعد لغاية الشروق بعد صلاة الفجر. فهنعرف نقول في الفترة دي الذكر، الأذكار اللي إحنا قُلناها، الصلاة على النبي، وقول لا إله إلا الله، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والاستغفار، وأذكار الصباح، وبعد كده هنصلي الضحى، وننام شوية. يبقى إحنا 3/4 الحاجات اللي إحنا عملناها دي تقريبًا هي واخدة جزء كبير جدًا في جدولنا، إحنا عملناهم في وقت بسيط. ونسيت أقول لكم كمان إن في جزئية الشروق هنقرأ النُص التاني من القرآن اللي إحنا قرأنا النُص الأولاني بتاعه في التهجُّد، فهنكمّل النُص التاني عن طريق وقت الشروق، يبقى أنا كده جِبت أول جزء قرآن في يومي. طيب تاني جزء قرآن هاعمله إزاي؟ هاعمله بعد صلاة العصر، لمّا أصلّي العصر أقول أذكار المساء، يالّا هاقول الجزء التاني بتاعي في خلال اليوم، يبقى أنا كده قُلت أذكار الصباح وأذكار المساء، وقعدت للشروق اللي هي أجر زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجر حِجّة وعُمرة تامة، تامة، تامة. من صلى الفجر في جماعة فجلس في مصلاه ينتظر طلوع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة. طيب بعد كده كمان يبقى أنا كده شوفي أنا شوف كمية الحاجات اللي أنا قاعدة باعملها، أنا بند الذكر كله تقريبًا خلص. لو حسبتها أنا بند الذكر كله خلص وقت انتظار الشروق، طلوع الشروق. صلّيت بعد كده صلّيت الضحى، قرأت جزء قرآن كامل، الجزء بتاع وقت الفجر وبعد الفجر ده قرأته. بعد صلاة العصر أنا صلّيت التاني، آية لمست قلبي أنا خلاص قرأت الجزئين، وكل مرّة وأنا قاعدة كده جنبي الكشكول بتاعي اللي باكتب فيه الآية اللي لمست جنبي، الخواطر القرآنية اللي لمستني، فباكتبها. 3/4 الحاجات خلاص أنا تقريبًا قُلتها وعملتها. بعد كده بييجي بقى صلاة بعد كده بتيجي صلاة المغرب وصلاة العشاء والسُنَن بتاعتهم، وبعد كده بنروح نصلّي التراويح، واللي مش بتقدر تصلّي التراويح في المسجد ممكن تصلّيها في البيت زي ما اتفقنا، المهم إنها ما تقطعهاش. و وخدنا فيتاميناتنا وإحنا بنفطر، واهتمينا بنفسنا وبدأنا نشرب مَيّة خلال الفترة المسائية دي كلّها. طيب جينا من التراويح، يالّا هنقعد نذاكر بقى، اللي وراها حاجة هتعملها، عايزين ننضّف تنضيفة سريعة للبيت بالليل. التنضيفة دي هتفيدِك أوي في فترة الصبح بقى. التنضيفة بتاعة بالليل بقى وولادِك بقى واكلين ومبسوطين وتمام كده وجسمهم يقدر يساعد، يالّا يا ولاد هننضّف البيت بالليل عشان نخلّي بيتنا جميل ونضيف، والصبح وإحنا صايمين نبقى فاضيين للحاجات التانية اللي إحنا ممكن نعملها. ففي الحالة دي إحنا بدأنا حتى نتعاون مع ولادنا في البيت، ما يبقاش ولادنا هم اللي عاملين حسابهم إن هم قاعدين مأنتخين وإحنا بس اللي بنخدم حواليهم وكده، لأ، أنا عايزاهم يتعاونوا فعلًا ويشاركوا في كل حاجة، ما تشيليش مسؤولية كل حاجة لوحدِك. بس يعني هو ده يعني البند ده البنود دي كلّها لمّا تجتمع مع بعضها هتلاقي نفسِك عملتِ العبادات وعملتِ كل حاجة بدون ما تحسّي بثقل عليكِ، بالعكس أنتِ حاسة بمرونة. كل اللي أنا عملته إن أنا بدأت عباداتي بدري في أول يومي، علشان باقية اليوم أبقى أنا قاعدة مرتاحة فيه، قاعدة مبسوطة، حاسة عايزة أنام بعد العصر شوية سوري قبل العصر شوية أنام شوية، آخد غفوة شوية تاني، ما فيش أي مشكلة خالص، لإن هي دي هتساعدني برضه أكمّل يومي بأكتر نشاط وقوة. طيب اللي محتاج أي استفسار، أي حاجة، يكتب لي تحت في التعليقات، ويا ريت تنضموا لينا لجروب التليجرام، أنا هابعت لكم كل اللينكات سواء القناة أو الجروب، ويا ريت طبعًا تنضموا للاتنين علشان تستفيدوا ويحصل مناقشات ويحصل إن إحنا نرفع الجدول بتاعنا بشكل يومي عشان نساعد بعض ونشوف إحنا بنعمل الحاجات دي والّا ما بنعملهاش. طيب لو حد عندها واحدة جات لها مثلًا الأجازة بتاعتها، الأجازة من الصلاة، فأنتِ كل اللي مش هتعمليه هو الصلوات، يعني الصلاة بس اللي هتتوقّفي عنها، لكن وردِك وكل حاجة هتعمليها إن شاء الله من الموبايل، ورد قرآني، أذكار الصباح والمساء معاكِ، الذكر معاكِ، بل بالعكس بقى أنتِ في الوقت ده كتّري الذكر أكتر، يعني حاولي تكتّري شوية في الذكر بقى في الأوقات دي. دمتم بخير يا رب وسعادة، وأتمنى إن إحنا فيديو النهارده يكون أفادكم خلال الدقايق اللي فاتت دي كلّها تكونوا استفدتوا منها، عرفتوا إحنا هنمشي إزاي خلال هذا الشهر المبارك، بحيث إن إحنا نطلع بأكبر استفادة ممكنة من الطاعات والحسنات، وما ننساش أبدًا إن إحنا نذكّر بيها غيرنا، ما ننساش إن إحنا نشيّر الفيديو بحيث إن غيرِك كمان يستفيد، ودمتم بخير وسعادة، وأتمنى لكم يا رب يكون فيديو النهارده أفادكم، واللي حابة تمشي معانا في جدولنا وإن شاء الله يكون جدول مميز بيكم. تابعونا على قناة التليجرام والجروب، ادخلوا على اللينكين أنا هاكتبه لكم إن شاء الله في الوصف.
ادخلوا عليها واشتركوا معانا، وإن شاء الله تلاقوا صُحبة جميلة وصُحبة صالحة تعينكم وتساعدكم إن أنتم تحققوا اللي نفسكم فيه في خلال هذا الشهر الكريم. دمتم بخير وسعادة.